متابعينا الكرام، السلام عليكم. أعلن مدير بلديات الديوانية علي صاحب الثلاثاء تحديد الشهر المقبل موعدا لتوزيع أكثر من 1500 قطعة أرض سكنية على 5 شرائح مختلفة من أبناء المحافظة. وقال صاحب في تصريح صحفي تابعته الغدير إن لجنة توزيع الأراضي في المحافظة عقدت اجتماعا وقررت توزيع تلك الوجبة بداية الشهر المقبل على 5 شرائح، وهي كل من الشهداء والأطباء والسجناء السياسيين، فضلا عن شريحة ضحايا الإرهاب والجرحى، مشيرا إلى أن الأراضي ستكون بمناطق متفرقة من المحافظة. وفي خبر آخر، وجه محافظ بغداد فلاح الجزائري الجمعة بجرد الأراضي في العاصمة ومعرفة جنسها من أجل توزيعها على موظفي المحافظة بعد استحصال الموافقات الرسمية. وقال المكتب الإعلامي للجزائري إن محافظ بغداد فلاح الجزائري وجه بجرد الأراضي ومعرفة طبيعة جنسها وأخذ الموافقات الرسمية للمضي بتوزيعها على شريحة الموظفين في بغداد للإسهام بحل مشكلة السكن. وأضاف المكتب في بيان تابعته الغدير أن ذلك يتم وفق لجنة مركزية واستمارة التنافس وتفاضل بصدد إعدادها حال استحصال كافة الموافقات، وسوف نعلمكم بتفاصيل التوزيع في باقي المحافظات في حال إعلانها. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عن طريق زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات ليصل لكم إشعار عند نشر فيديو جديد أو الإجابة على تعليقاتكم. تحياتنا لكم.